ما زال السوريون ممن لجأوا إلى المدارس والمرافق العامة الأخرى نتيجة الأعمال الإرهابية، يكافحون فقط للعيش اليومي. وفي ظل الأزمة التي يعيشونها، تقوم منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بتقديم المساعدات لهم. المنظمة تتابع تقديم مساعداتها للمتضررين من المواطنين في محافظة حمص جراء الأعمال الإرهابية، معبرين عن امتنانهم لكافة الجهود التي تقدمها المنظمة لهم. والله أنا جيت تهجرنا من النازحين وإجينا استأجرنا هون وساكنين هون بالضاحي، والحمد لله والله الله يخليه الهلال الأحمر ما عم يخلونا ناقصين، يعني كل شهر باستمرار المعونة عمالي تيجي ويسلمونا إياها. جيت انا واولادي الثلاثه لهم، وقاعدة عند اهلي. اول ما جيت على الهلال الاحمر. إيه خالي جاي استلم حكيت مع الدكتور وقال لي تعي من شيء اسبوعين، ونحن متهجرين من اول الاحداث. من وين مهجر؟ ها متهجرة من باب الدرب، وهجموا مسلحين علي وأولادي، كانوا بدهم يقتلوا أولادي، عندي شباب اثنين. هلا ابني عسكري، أولادي كمان ماني ما أشوفهم بسبب الأحداث. وين أولادك؟ أولادي ناس بطرطوس وناس بصافيطة. وأنت حضرتك هلا وين؟ ساكنة هون بالضاحية، أخذي بيت ومكسورة على 4 أشهر، كمان ما قدرت أدفع بالمرة. عندي ختياري كمان مريض، كل شهر بده بحدود 3000 ليرة كمان، لا في شغل ولا في عمل، ما في حدا يعني يعيننا. منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالرغم من كافة الصعوبات التي تواجهها، مستمرة في تقديم المساعدة إلى من هم بحاجة إليها.